انا مستعد اعتذر لصباح مليون اعتذار لو جه وقال لي على الهوا جاب منين الفلوس الانتخابات الرئاسيه. هو راجل غلبان زي حالتنا، وابوه راجل صياد بالاجر، حتى ما كانش معاه مركب، وهو بيدعي الاشتراكيه. بس راجل شغال من زمان شغال ايه؟ صحفي. طيب الصحفي يعمل ملايين دي؟ ده صرف 10 مليون جنيه على الانتخابات غير الناس اللي عملتها له. يجي يقول لي وانا احترم جزمته السوداء، يجي يقول لي 10 مليون ده جابهم منين؟ يجي يقول لي الفلل اللي معاه جابها منين؟ يجي يقول لي الاراضي اللي عنده في التجمع الخامس جابها منين؟ ده المنطق. ده راجل بيقول انا اشتراك، والاشتراكيه معروفه الزهد، بلاش دي ولا دي. اما عشت 17 سنه بتناصر الرئيس جمال عبد الناصر، هو الرئيس عبد الناصر ما كانش بيعمل قرارات ثوريه وكان بيرمي الناس في السجون؟ كان بيحصن وكان بيحصن وكان بيعمل قرارات مفاجئه وسريه في مجلس قياده الثوره. يعني انت كرهتنا في عبد الناصر الواحد اللي يقول لي يا شيخ. يعني انا بقول له انت عارف دول، انا من وجهه نظري هوصفهم وصف جميل كده. جزء منهم جميل، يعني وصف جميل، يعني جميل. جميل. جزء منهم بيعاني من التبول الفكر اللا ارادي، وجزء منهم بيعاني من التبرز الفكر اللا ارادي، وجزء منهم عندهم انفصام في الشخصيه. ليه بقى؟ والله هو ده الجميل بتاعك. ثواني يا دكتور عاطف. ثواني يا دكتور عاطف. لان النهارده اما اجي الاقي الناس اللي كانت بتهاجم الزند دلوقتي معاه، الناس اللي كانت بتهاجم عمرو موسى دلوقتي معاه، عبد المجيد محمود، والناس اللي بتهاجم عبد المجيد محمود واقفين وراه. مش انت يا مصطفى بكري اللي هاجمت مركز ابن صهيون اللي كنت عامل مؤتمر معاه اول امبارح؟ مش انت يا عم صباحي اللي هاجمت عمرو موسى اكتر من مره وقلت ده من الفلول وانت اثناء الانتخابات بتاعتك؟ هو يظهر المثل البلد بتاعنا والفلاح الصعيدي اللي بيقول لك البيض الممشش بيضحك على بعضه. انا نفسي واحد فيهم يقول لي عنده ولاء لهذا البلد. نفسي واحد يطلع فيهم يقول لي انا بعمل الكلام ده وانا هجيش له الناس من اسوان لغايه مطروح ان يقفوا وراهم. لكن للاسف القوى اللي بيقولوا عليها قوه ثوريه، قوه دولاريه، قوه يوريه، قوه شكليه، انما يقول لي قوه وطنيه وقوه ثوريه العب في عينه البخت. طب المحامين